والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. دلوقتي زيكم يا حبايبي حلوين. شفنا فيديو دلوقتي النقة بتتكلم فيه قال ايه عن عمل الخير، ان واحدة استنى ده خطة جديدة. خطة جديدة. ما احنا هي كده فقسنا الخطة يا ولاد. الوجه الملائكي الخدوم اللي هيبقى وجهة للخير. وقال ايه حسن لو سمحت كده. وقال بتناشد الرئيس السيسي كده بانت لبتها وعرفت ايه اخرتها. دلوقتي بتقول ان واحدة اتصلت بيها يا حلوة اسمها بانت شمس لبتك. بتستنجد بيها انها تعبانة وعايزة هناء تلحقها. يا طيب. شمس طب شمس دي ليها عنوان؟ اين انت يا شمس؟ لا، من غير عنوان. الناس تسمع الصوت تعرف شمس دي مين. اصل شمس دي مغنية ام كلثوم باين. لما اسمع صوتها اعرفها، اروح لها الزمالك الفيلا بتاعتها بص يا هناك. حبايبي يا حبايبي ايه ده يا حبايبي، احنا فهمنا يا حلو فانت لبتك. لما ايه كان مين اللي بيقولها والنبي؟ يا حلو بانت لبتك. لما مش عارفه. لما عرفنا ما اعرفش ايه. استنوا بقى، دي كانت الله اعلم، ما اعرفش. قال ايه المرعب طلع علينا امبارح برضه يعني بعمل خير ماشي، ببنت تعبانه بنقف معاها وبتاع، ماشي حاجه جميله. بس كنت انا ليا نقد في حاجه. كنت تحط ايموشن على الايه على المدام اللي هي ام البنت عشان ما تتجرحش، ام البنت والبنت والبنت نفسها، لان احنا الغرض ان احنا نساعد الناس، مش ان احنا نظهر نفسنا معاهم. المفروض دلوقتي بنقف مع كل الناس. وده مش عيب، محتوى كويس. لكن المحتوى اللي مقدماه المدام النهارده محتوى مضروب مشكوك فيه. المرعب يا جماعه. المفروض يا استاذ محمد، عايز تعمل خير اوكي، عايز حتى لو عايز تظهرهم نحط حاجه تغطي وش الام ووش البنت علشان مشاعرهم واحساسهم قدام اهاليهم وقدام ناسهم. بتبقى حاجه برضو بتحرج الناس، يعني واحد بتحرج. ده اول حاجه. الحاجه التانية ان اختك النهارده ما شاء الله طلعت علينا بنفس الخير ما شاء الله. جالها ايه؟ جالها رساله صوتيه من واحده هي تعرفها من سنتين، وقالت لها انا ما كنتش بحبك. بعتت للنقه يعني، وبعد كده تقول لها انا مش بحبك. فانا بعت قلت لها ومش مشكله، مسيرك هتحبيني ومش عارفه ايه. فجوز الست قال لها ايه؟ قال لها طب كويس، الست دي شكلها طيبه. فمن ساعتها حبت النقه، من ساعه ما هي يعني ردت عليها رد كويس. وبعدين الراجل جوز الست كان عنده فشل كلوي. الراجل يا جماعه ايه؟ توفاه الله. دلوقتي حاليا الست واقفه لوحدها، عايشه لوحدها اوكي، معاها ابنها في الشارع ومعاها اخوها ومرات اخوها زي ما هي بتقول على كلامها. أيوة. ماشي. طيب بعدت المدام اللي هي الست دي اللي هي من اسكندريه، ست شمس، بعتت لها ايه؟ رساله بتقول لها الحقيني يا هنا يا بنتي، انا تعبانه، انا بموت، انا مش لاقي حد يعمل لي ينسونو كمون. ماشي اوكي. طيب انا عايزه افهم بقى الوش الملائكي ده اوكي، انا موافقاكي ومصدقاكي. بالحق بقى، هي تتصل بك انت ولا تتصل باختها باخوها اللي جنبها في الشارع، ولا ابنها اللي جنبها في الشارع في اسكندريه يعني، ولا جيرانها، ولا بجيرانها يعني ده احنا في مصر تستنجد بيهم. مصر تستنجد بيهم. مصر دي بلد خير. تستنجد، محدش بيسيب التاني. ايوه. الناس بتقف مع بعض. تستنجد بمين؟ بل الاقربون اولى بالمعروف، صح؟ يعني لو انا هبعت الرساله دي لحد من ابني هيجي جري. استحاله ان انا ابعت لواحده في فرنسا عشان تغتني، علشان ومش عارفه عنواني ومش عارفه اسمي بالكامل ولا تعرف عني الا اسمي. وقال ايه؟ وكانت بتحكي معايا بس ما تعرفش عنها حاجه ولا عنوانها فين في اسكندريه. وقال ايه؟ يا جماعه مناشده لاهل مصر، روحوا الحقوها، دوروا عليها. يلا انتوا بقى تقولوا يا شمس
اين انت يا شمس؟ ولا تقول لها يا جهاد؟ ايوه، لا انتوا بقى تقولوا تمشي في اسكندريه، اين انت يا شمس؟ اين انت يا جهاد؟ يا شمس كده. ايه ده؟ يعني هنسال على مين؟ شفيق يا راجل؟ يس. ها؟ يس. لما بيجوع بياكل، ندور عليه، ولما بيعطش بيشرب. بصوا يا جماعه، الخطه ظهرت. يا حلو بنت لبتك لما ظهرت قرعتك. قرعتك؟ مش عارفاها بقى، انا عايزه اقولها بس مش عارفاها. لا ما هي قرعتها طبعا. المهم يا ولاد، النية بانت. امبارح طلع علينا المرعب بحالة إنسانية، والنهاردة بحالة في نفس الوقت. عشان بصي يا لما هي حسن بتمشي استنى. تقول اخواتي، انا ليا اختين عزه ومعرفش مين، هم اللي يعملوا. طب والاثنين التانيين فين؟ او رميناهم في الزباله؟ لا أنا بتكلمش على كده. لما قلبك حلو كده، عشان انا اصدق تكوني عاطفه مع اخواتي. يعني أنت طالعة ما نمتيش وشفتي النوم، ما نمتيش ولا دقيقة عشان الوليه اتكلمت معاك عشان كلمتين. الست اللي بعتت لك الرسالة، وجنبها أخوها وجنبها ابنها وجنبها أولادهم وقرايبها زي ما أنت قلتي. واخواتي اللي انت سايباهم للشله تشرشحهم. طب انت فين الحنيه دي كلها؟ لاخواتي. لما انت حنينه على الست وما نمتيش طول الليل. لا ماليش دعوه باخواتها، ماليش دعوه باخواتها يا جماعه. انا مش هتكلم على اخواتها، انا هتكلم على حاجه تانية. الست اللي كانت معاها في فرنسا وبعت لها قالت لها انا محتاجه، انا عايزاكي تساعديني. وهي معاكي في فرنسا، مش في الكسندريا، في فرنسا. قلتي انا ما عنديش ثقه، ده الشراشيح ممكن هم اللي باعتينها، ده كذا ده كذا ده كذا، وما رضيتيش تساعدي الست. وقلت ما عنديش ثقه. يا حسن البتاع يا حسن، ممكن الصوت يا حسن. وما اديتيش الثقه للست اللي في اسكندريه اللي بتقول لي كانت ظروفي كويسه والدنيا اتدحضرت بيا وساعديني، وحضرتك قلت ما عنديش ثقه، ده مش شراشيح. ما تقوليش ليه من اسكندريه برضو شراشيح بعتلكم، بعتلك واحده برضو تضحك عليكي، ولا انت عايزه تعملي فيديو وخلاص؟ لا ده اللي بتضحك علينا، ده اللي بتضحك علينا. لا 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 لا، هي بنت هي رمضان جاي، رمضان جاي. ايوه. نعمل بقى العمل الخير علشان طبعا نستقطب الداعمين ونستقطب الناس الطيبين والناس اللي بيطلعوا الفلوس بقى لله والكلام ده طبعا. أيوة. فاحنا نستقطبهم ازاي؟ بالطريقه الحلوه والحنيه والوجه الجميل، والناس اللي فات الوحش، السب، الرضاعه، الاكل، في لحم الناس، سب الاعراض، سب الاعراض والمحصنات، ولا اسمها ايه بيقولوا، ورمي المحصنات. معلش يا جماعه، انا الفيديو استفزني بصراحه. فبصراحه ربنا فاقد الشيء لا يعطيه يا حبايبي، يا حبيبه قلبي. الاول اصالح اخواتي واخلي اللي هم اللي معايا يبعدوا عن اخواتي، وكل يوم يعملوا عليهم فيديوهات، طالعين فيديوهات عليها، طالعين فيديوهات على سماح وعلى منى وشنب ودقن ورون ماشي. وروح ساعد الست اللي في فرنسا قبل ما تقولي اساعد واحده في اسكندريه ما اعرفش عنوانها. انا بناشد الرئيس السيسي، بناشد جمهوريه مصر العربيه باكملها. يعني الرئيس السيسي يسيب البلد ويسيب شغله ويدور يقول يا شمس، جيبوا ميكروفونات وانزلوا الكسندريا يا جماعه وقولوا يا شمس اين انت يا شمس؟ انت فين يا شمس؟ اين انت يا شمس؟ لا واحد يقول لهم الشمس طلعت يا محلى نورها. هل هي تسجد بيكي وجنبها اخوها وجنبها اهلها وتيجي طب هتستنجد بجيرانها وجنبها جيران، وبعدين طلعت علينا بقى بتبوظ الجماعه؟ ده ضرب في الدين بقى، ده وفي المسلمين بقى، وفي المصريين وفي كله. ازاي بقى ده خطه جديده من الاخر بقى، لا واضحه كده. امبارح يطلع لنا بحلقه انسانيه والحاج محمد ومش عارفه ايه، اوكي حاجه جميله. النهارده هيطلع لنا بحلقه انسانيه، الناس الوسخات اللي عدت خلاص نستقطب الناس تاني زي ما قلت لكم. وبعدين ده ضرب بقى فين؟ في المسلمين. ازاي بقى؟ ازاي بتقول لكم ايش دخل الموضوع المسيو في موضوع شمس؟ دلوقتي انتوا بتقولوا ان المسيو دي حاله سبيشال. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، الحالات هنا دي بالهبل، ما هياش حاجه يعني خاصه او مثلا ان هي حاجه فرديه. لا انا قدامي اهي واحده اهي نفس الطريقه، بنتها جنبها
والله العظيم جنبها جنب بيتها انا اهو، وما بتبصش عليها ولا بتسأل عليها، وجارتي فاهمين؟ فما تقوليش ده حاجه خاصه ولا حاجه ما بتحصلش كتير، لا بتحصل هنا بالهبل. بقابلهم في الشارع ويصعبوا عليا واساعد، اجي اساعد تقول لي طب انت بتساعديني هنا هتساعديني في البيت؟ حصلت ولا لا؟ حصلت في المستشفى وانا في المستشفى انا وحسن بقول لها مثلا البسك الجاكيت، تعبانين الناس كبار، قالت لا. قالت لي لا انت هتساعديني هنا تساعديني ولا في تساعديني في البيت؟ بالهبل. فانت ما تقوليليش ده حاله خاصه او مثلا مش خاصة، لا، ده لا عامة. ده كتيره. اولا ما تديش بقى وتقولي ان الست تتصل بيكي وانت في بوردو علشان تستنجد بيك وجنبها اهلها، يعني معنى كده المصريين دول ايه؟ يعني ما عندهمش رحمه؟ ما فيش لازم. جيران، ما فيش ولاد، ما فيش اهل؟ لا يا حبيبتي، لا يعني يا ماما. يعني لازم نلغي مخنا عشان نصدق الكلام اللي انت بتقوليه، لان انا كنت عايشه، بتكذبي برضه. انا كنت عايشه في مصر يا ماما. الناس كانت جنبنا واحده ست كبيره، كان اللي رايح واللي جاي يعدي عليها، بيخدمها. اللي عايزه تسرح شعرها نسرح لها شعرها، عايزه تكنس الصلاه بتاعتها نفرس لها، عايزه تسوي سرير نسويه لها، عايزه تاخد حقنه نديلها، عايزه اجيب لها دكتور نجيب لها. اقسم بالله حصل، ما بكدبش. فانت ليه بتشوهينا وتقولي هنا بتقول عليهم قلبهم جامد في اوروبا وكذا وكذا وقلبهم جامد وما بيهتموش ب... باللي منهم من امهم وابوهم وبيحطوهم لا ده حنينين ده كويسين. انما في مصر الست مش لاقي حد بتنشدك من اسكندريه لبوردو ما شاء الله. ليه خلاص يا ست خلاص. يا ست انا فاكره انا كنت بروح لواحده عجوزه عشان اوديها للدكتور في ميدان الجيزه عندنا. يعني الشيخ قال لي والنبي دي وديها وبتاع واعمل معاها اللازم. بقيت اروح معاها. لا ده انت اكتر ناس، ده انت لو انتوا ماشيين في مصر يا جماعه وسالت واحد فين ده العنوان ده ممكن يمشي معاك ويسيب مشواره. أيوة. حسن خد بالك بس من دي. ممكن يسيب مشواره ويسيب اللي وراه ويروح. أيوة. ممكن يلاقي حد عايز يعدي الطريق يسيب اللي في ايده ويعدي البني ادم. أيوة. ممكن حد، طب هقول لكم على موقف حصل مع ابن انا، اقسم بالله ما بكذب عليكم. ماشي، ابن محمود كان في المستشفى، لا مراته كانت معاها كانت في المستشفى بابنها يا جماعه. المهم هم قاعدين مع بعض وبيتكلموا كده، فالمهم لقت واحده شايله ابنها وابنها ايه تعبان جامد، عيل صغير على ايديها وشايلاه تعبان خالص. المشكله ان اللي هي عماله دايخه بالولا وعمالين يقولوا لها من مستشفى المستشفى فالست ما معهاش حد خالص، وابوها في بلد تانية وهي لوحدها وجوزها معرفش فين، مش موجود معاها تقريبا، مش كانش موجود خالص يعني، ليه ظروف خاصه كده عشان ما اقولش حاجه الناس يعني. المهم تقوم مرات ابني صعبانه عليها الست، اقسم بالله حصل الله. وتقوم واخداها معاها متصله بمحمود ابني علشان ابني في تمريض يعني، وقامت متصله بيه وقالت له يا محمود انا هجيب واحده معايا ومعاها ابنها ولازم تساعدهم لان ايه هم واخدينهم. مرات ابني قامت واخداها وموديها عندها البيت وخدوها، خد محمود ابني علشان يعرف المستشفيات والكلام ده كله، قاموا واخدينها مستشفى تانية جنبهم خدوها مستشفى تانية. وقام محمود داخل بالعيل مع الست وقال لها الست دي ظروفها كذا 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 ولازم ابنها تحجز، فعلا لازم تحجز، الولد حالته خطر. ماشي، محمود ابني يقوم ايه مطلع الفلوس كلها اللي في جيبه بيقول له ربنا يما انا بقيت مكسوف ان انا بديها الفلوس بس اللي في جيبي، لو كان معايا اكتر لو كنت اديتها اللي معايا. والله العظيم يا جماعه حصل الكلام ده. وبص عليها وسابها في المستشفى ومشي، وبقوا بيقول لك نتواصل معاها. ادي المصريين، دي مصر، ادي المصريين، مش الصوره اللي عايزه تصورها تقولي قال الفرنسيين ما هماش كده. لا يا حبيبتي، كل اوروبا بيحطوا اهاليهم في دار المسنين وكلهم بيسيبوا اهلهم لوحدهم. وعندي مثال جنبي اهو قدامي، جارتي اللي قدامي. فانت ما تقعديش تشويه واحده تبعت لك رساله من اخر الدنيا علشان طب ما تتصل بجارتها، ملهاش جيران. لا يا ستي انا مش ملهاش حد في الشارع، محدش يعرفها في الشارع خالص. دي تأليفة من الراعي الكذاب. ايوه اشتغلنا تاني الحوارات. ما هو لا يمكن، حتى لو سمعتينا عادي، ما انتوا بتطلعوا تقولوا اكيد واحده ممكن يعني
تبعت لك بتاع مكالمه صوت. تبعت لك مكالمه من الاتباع، من اي حد، تمثيليه من تمثيلياتكم. يبقى تمثيليه. اصل لو انا اعرف عنوانها ماشي، ممكن في الهدوء كده ما اعرف، ممكن حد من متابعيني اتصل بيه، انت عنوانها في الحته الفلانيه وروح لها، انما انت مش عارفه حتى عنوانها، مش عارفه حاجه، وتقول لي منجه هينجوا، ايوه يركبوا عربيات ويمشوا ينادوا في الشوارع يا شمس، و100,000 شمس يا ماما في اسكندريه. ايه انت بتتكلمي ازاي؟ انت بتضحكي على الناس وعلى قول الناس، برضو ما فيش فايده من الحوارات، وتقسمي لنا برضو نفس الحكايه هي ما احنا لازم نعمل حوارات، لازم نعمل حوارات. ما نقدرش نعيش بصراحه اقسم بالله، وانت هتشوف الفيديو اللي انا منزلها لكم، انا ما كنت اعمل محتوى تاني اللي هو بتاع النقد ده ولا الزفت ده خالص، بس انا استفزيت، حاجه استفزتني، ما حدش يقول لي ما تقوليش نقد، انا ما بستفزش، بطلع غصب عني، مش عشان بقى مشاهدات ولا بتاع، انا عامله فيديو وهنزل لكم الفيديو التاني وبنفس اللبس انا وحسن. فيديو كنا عاملينه افطار والروتين بتاعنا اليومي وكذا وكذا، حتى مصوره الفيديو على يوم جبنا فيه اكل واليوم التاني واحنا بنفطر، وهنزل لكم الفيديو عشان تصدقوا، وبنفس اللبس ده. بس بتفرج لقيت الفيديو ده جاي لي، فاتفرجت استفزيت، قلت لا لازم اعمل فيديو طبعا. فخلاص كده حبايب قلبي، المحتوى الجديد يا جماعه، القلب الطيب، الوجه الحنون، الحالات الانسانيه، علشان احنا قربنا على رمضان، وعلشان ننسي غروش 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 على اللي راح واللي طلع من عندنا يرجع لنا تاني، ده بقت حنينه وبقت طيبه وهي واخوها. روحوا الاول صالحوا اخواتكم، روحوا صالحوا سماح ومنى، وشيلوا من اللي انتوا اللي ماسكينهم مرمطه وبهدله وماسحين بكرامتهم الارض، ويا شيخه تايوان ويا حاجه تايوان، والقرون والدقون والشنب والحاجات دي كلها، اتقوا الله، وبلاش الشغل اللي انتوا بتعملوه، واموركم واضحه، وبنفضحكم دايما، بنفضحكم الحاجه اللي تستاهل. انا هعمل يوميات يا جماعه، هعمل لكم يومياتي، وهعمل يوميات وفلوجات وكل حاجه، والحاجه اللي هتستاهل ان انا انتقدها هطلع انتقدها، فما حدش يجي يقول لي ايوه، ما فيش حد يجي يقول لي الحاجه اللي هتستاهل هطلع اتكلم فيها. خلاص كده، يلا اقول لكم بحبكم في الله، بحبكم في الله، يلا تشيرز.